نوار رحلة مباشر ممكن تفضي. على خير. تحية طيبة للجميع. تحية لضيوفنا الكرام، تحية للحضور. اليوم نحن أمام لقاء إعلامي من أجل مناقشة مختلف الأمور المتعلقة بالتوجيه لما بعد البكالوريا أو التوجيه المدرسي والجامعي لما بعد البكالوريا. وعيا منا كجامعة وطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وكذلك كمكتب وطني لاتحاد شباب التعليم بالمغرب، من أن هذه المرحلة التي يكون فيها المتعلم غير مدرك لاختياراته، خصوصا وأن على مستوى المؤسسات التعليمية إلى غير ذلك لا يكون التوجيه كما يجب. لذلك هذه فرصة للمتعلمين والمتعلمات كي يسلكوا المسارات التي بإمكانها أن ترسم مسارهم سواء العملي أو مسارهم الدراسي. إذا اليوم سوف نحاول أن نتطرق إلى 3 محاور مهمة من خلال مداخلات السادة المفتشين، مشكورين على تلبية الدعوة، مشكورين على الانخراط في هذا اللقاء الإعلامي التوجيه المدرسي والجامعي لما بعد البكالوريا. إذن المحاور التي سوف نتناولها في هذا اللقاء الإعلامي هي كالتالي. المحور الأول من تقديم المفتش منير الولهاني، مفتش في التوجيه، سوف يتطرق إلى نظام الدراسة لما بعد البكالوريا والمجالات الواعدة. ثم بعد ذلك سوف نتطرق إلى المحور الثاني من خلال المدارس العليا للمهندسين، سيكون من تقديم المفتش خالدي توفيق، مفتش أيضا في التوجيه، مشكور على تلبية الدعوة. ثم آخر محور سيكون من تقديم المفتش عزيز بوفريوة، وأيضا طالب في سلك الدكتوراه تخصص ذكاء اصطناعي. إذن سوف يتناول معنا آفاق مسلك الآداب والعلوم الإنسانية لما بعد البكالوريا. إذا لكي لا أطيل فسوف أعطي الكلمة للأستاذ المفتش منير الولهاني لكي يتطرق لنا لنظام الدراسة لما بعد البكالوريا والمجالات الواعدة. إذن فليتقدم، مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا الأستاذة، شكرا للمجموع الساهرين على هذا النشاط. إذا غادي نبداو المداخلة ديالنا بالآفاق أو نظام الدراسة لما بعد البكالوريا، مع عرض واحد المجموعة من الإمكانات المتاحة بالنسبة للسنة الثانية أو حاملي شهادة البكالوريا. وأيضا سنتطرق إلى بعض المجالات الواعدة التي يمكن طبيعة الحال الاستئناس بها من طرف الطلبة أو من طرف خريجي إن شاء الله ديال هاد السنة هذه الحاملي شهادة البكالوريا. إذا غادي نشوفوا واش ليكرون إلي بارطاجي أستاذ. فوالا. إذا كما هو معلوم بالنسبة لنظام الدراسة في المغرب، عندنا بطبيعة الحال بصفة عامة الحاملي شهادة البكالوريا العلمية، خصوصا مسلك علوم رياضية وعلوم رياضية ألف وباء وعلوم فيزيائية وعلوم الحياة والأرض، كتبقى لهم بطبيعة الحال تقريبا كل الإمكانات المتاحة للتوجه لما هو علمي وتقني، بالإضافة أيضا إلى
التخصصات الأخرى كتخصصات الهندسة الميكانيكية والكهربائية، وأيضا ممكن أن يجتازوا التخصصات الاقتصادية. بالنسبة لعدد سنوات الدراسة لما بعد البكالوريا، كنعرفوا على أن النظام ديال الدراسة في المغرب كيشمل واحد المجموعة ديال المستويات، وهاد المستويات هادي كتبدا من الباك بلس 2، يعني شهادة البكالوريا زائد سنتين ديال التكوين، وغالبا هاد السنتين ديال التكوين كتكون تكوينات تقنية. إذا فيما كنسمع ان باك بلس 2 غالبا كتكون تكوينات تقنية، سواء دي تكنيسيان او بيان دي تكنيسيان سبيسياليزي، على حسب التخصص وعلى حسب المؤسسة العليا منين غادي نجيب هاد الشهادة. غتلاحظوا أيضا أن مجموعة ديال التخصصات هي كتتكرر. لماذا تتكرر؟ لأن طبيعة الحال كنعرفوا على أن دائما كاين هناك التقائية ما بين سوق الشغل وما بين التكوينات، سواء على مستوى التكوين المهني أو بعض المعاهد المتخصصة أو على مستوى دبلوم الهندسة أو الماستر، لأن ما يمكنناش نحدثوا واحد المجموعة ديال التكوينات اللي بطبيعة الحال تكون في تنافر مع سوق الشغل. لذلك غتلقاو نفس التخصصات، إلا أنها يعني غتلقاوها بمستويات مختلفة. يمكن نلقاو واحد التخصص مثلا في الديفلوبمون في التكنيسيان سبيسياليزي، ونلقاوه هو نيت في المانتونونس مثلا في التكنيسيان، ونلقاوه نفس التخصص في الانجينيوري، او نلقاو نفس التخصص مثلا في لي زيكول سوبيريور تكنيك. الا ان بطبيعه الحال كتبقى المسار الاكاديمي او القيمه، الا بغينا نقولوا القيمه ديال هذاك الدبلوم في السوق كتعلى في كل ما تعمقتي اكثر، وكل ما خديتي التخصص، كل ما خديتي سنوات اكثر في الدراسه للتخصص المعني. بالنسبه للتكوينات ديال البكالوريا زائد سنتين او ما يطلق عليه بباك بلس 2، كنلقاوها غالبا في التكوين المهني. والان تضافت لنا واحد المكون جديد في المغرب اللي هو مدينه المهن والكفاءات، اللي كما اشرنا ان هاد مدينه المهن والكفاءات كتضم واحد المجموعه ديال التكوينات اللي كتراعي النسيج الاقتصادي اللي كيكون في الجهه اللي هي موطنه فيها. ايضا عندنا ما يسمى بشهاده التقني العالي لي بروفي دو تكنيسيان سوبيريور، وهذه ايضا كتضم واحد المجموعه ديال التخصصات اللي يمكن الطالب من بعد الحصول على شهاده التقني العالي يولج سوق الشغل، لانها بحال اللي قلنا تخصصات تقنيه وتخصصات لي بوينتو. دونك ما كنقراوش دون لابستراكسيون بحال اللي كيوقع لنا مثلا ملي كنمشيو للكليات دارس الوجوج المفتوح، وانما غالبا كتكون شهاده التقني العالي ومرفوقه بعنوان مثلا شهاده التقني العالي في المانجمنت كوميرسيال، او لا في الجيستيون كونتا، او لا في مثلا في لي سيستيم الكترونيك، ولا مثلا في كونسيبسيون دو برودوي اندستريال اي انسي دو سويت. دونك غالبا هاد الشواهد هذه كتكون ما بين واحد العدد كبير كتكون في الشق اللي هو اندستريال او بيان انفورماتيك، وفي واحد الشق اخر غنلقاو مجموعه ديال الشهاده التقني العالي في الشق المتعلق بالتسيير والتدبير والاقتصاد. عندنا ايضا الاحداث ديال المدرسه الوطنيه العليا للفن والتصميم اللي كاينه في المحمديه، واللي غتعطينا دي ديزاينر او بيان دي سبيسياليست ديال ليماج. هذا ايضا واحد المجال اللي هو بدا كينتعش مؤخرا، لا سيما اننا كنعيشوا في واحد العصر ديال الصوره. وما نساوش لي زيوستي لي زيكول سوبيريور تكنيك اللي موجودين في ربوع المملكه. بالنسبه للجهات، كل جهه كتضم مؤسسه عليا للتكنولوجيا اللي بدورها كتعطينا ان دي تي او ما يصطلح عليه ديبلوم يونيفرسيتير تكنيك. وغالبا بحال اللي قلنا جميع التخصصات ديال باك بلس 2 كتكون تخصصات تقنيه وتخصصات محدده. كيستطيع المتعلم خصوصا في الحاله ديال البي تي اس ولي زي اس تي اذا تفوق يلتحق بسنه ثالثه في الجامعه، اي بالاجازه المهنيه. واذا تفوق بطبيعه الحال وكان من الناس الاوائل، ممكن ايضا حتى هو يترشح للمدارس العليا للمهندسين، وبالتالي كيكون تقريبا بحال الا دوز واحد العامين بريباراتوار، مي سورتو يعني عمليا الناس فعلا اللي كيكونوا متفوقين في هذه المجموعات هذه، او الاجازه المهنيه كما سبق الذكر، ومن ثم الماستر او الدكتوراه. قلنا اذن
هاد التخصصات اللي غنلقاوها في لي زيستيا هي نفسها غنلقاوها في لي زيوستي، المجالات اذا بغينا نتكلموا عليها، وهي نفسها اللي غادي نلقاوها في لي زيكول دانجينيوري. دونك مثلا بالنسبه لو اف بي تي غنلقاو الميكانيك، غنلقاو لوطوموبيل، غنلقاو لينيرجيتيك، لو بي تي بي، لوديو فيزويل، لو تكستيل. بالنسبه للاقتصاد غنلقاو التدبير، غنلقاو المانجمنت، وبعض المجالات الفندقيه والسياحيه. او نيفو ديال لي فورماسيون في لو اف بي بي تي كنعرفوا على ان لو اف بي بي تي ماشي بحال المؤسسات الاخرى. كل مؤسسه كيمكن تكون مستقله من حيث التكوينات اللي كتضم. مثلا بالنسبه لبعض المدن يمكن نلقاو واحد العدد كبير ديال المؤسسات ديال التكوين المهني، سواء تابعه للمكتب ديال التكوين المهني لانعاش الشغل، او تابعه لمؤسسات لهيئات اخرى مثلا اللي تابعه الفلاحه او تابعه مثلا السياحه وما الى ذلك. قلنا ايضا هناك ما يسمى بالمدارس او المدرسه العليا للتكنولوجيات، وكذلك غنلقاو فيها تقريبا نفس المجالات. عندنا دائما الانفورماتيك بطبيعه الحال، الكهرباء، الميكانيك، الانرجيتيك، الكيمياء، الاشغال العموميه، الاقتصاد، السياحه، النقل واللوجستيك وما الى ذلك. قلنا اذا الحصول على الدي تي كيمكنك بطبيعه الحال من انك الى تمكنتي من هذاك الى بغينا نتكلموا عليها من ذاك الميتي ومن ذاك المجال انك تولج سوق الشغل. وفي الغالب مجموعه ديال الطلبه كيفضلوا على انهم يمشيو ويتابعوا الدراسه ديالهم في سلك الاجازه. ايضا كنتحدثوا على مجموعه ديال التكوينات الاخرى اللي كتستلزم منا 3 سنوات، وفي الغالب كنتحدثوا على كليه ذات التولج المفتوح. وهنا بالمناسبه يجب ان نذكر على ان عندنا 3 انواع في المغرب. عندنا 3 انواع ديال المؤسسات. عندنا المؤسسات اللي كنسميوها ذات الولوج المفتوح، وهي المؤسسات اللي كتخول اي واحد حاصل على شهاده البكالوريا انه يلتحق بها. مؤسسات كنلتحق بها انطلاقا من الانتقاء المبني على النقط المحصل عليها، مثال ديال لي فيستي ديال لي بي تي اس. وايضا مؤسسات اللي كتعتمد على الانتقاء بالاضافه الى المباراة. وهنا يجب الاشاره على ان ملي كنتكلموا على الكليات ذات الولوج المفتوح مثلا ككليه العلوم، هذه المساله ديال الكليه ديال الولوج المفتوح ما كينقصش من القيمه ديالها، بالعكس راه كاينه مجموعه ديال الطلبه اللي ممكن مثلا ما يحصلوش على معدلات كبيره في البكالوريا لسبب او لاخر، والتحقوا بكليه العلوم من بعد عامين الاولى اي دوك ديبلوم ديال اليونيفرسيتي تكنيك، الدبلوم الجامعي، يمكن يلتحقوا بالمدارس العليا الاخرى للمهندسين او يستكملوا المسار العلمي ديالهم في كليه العلوم. من بعد يمكن يعملوا ان ماستر مثلا في كليه ذات ولوج محدود، مثلا يمشي لفيستي، ومن بعد ممكن ايضا يعمل الدكتوراه ديالو في كليه اخرى ذات الولوج المحدود. اذا المساله ما متعلقاش بالطبيعه ديال المؤسسه اللي كيلتحق بها بقدر ما هي متعلقه بالمسار الدراسي او الرغبه في تطوير ذاك المسار الدراسي بالنسبه للطلبه. اذا بالنسبه قلنا الولوج المفتوح كنتحدثوا على كليه العلوم، كليه الاقتصاد والتدبير، او الكليات متعدده التخصصات، ومجموعه من المؤسسات الاخرى. ايضا من الناحيه ديال التكوين كنعرفوا على ان في الكليات ذات الولوج المفتوح الدراسه كتكون خلال السنتين الاولى، خصوصا السنه الاولى يعني من الاس 1 حتى الاس 4 كتكون متمركزه على مجموعه من المواد اللي كنقراوها بطريقه مجرده. مثلا غتقرا الفيزياء والكيمياء والمحيط والارض، مات انفورماتيك. دونك ما كاينش ماشي بحال المؤسسات ديال الباك بلس 2 اللي كتعطينا تخصصات اولا اللي كنسميو مجموعه ديال المواد اللي كتقرا فيها كتكون دي ماتير سبيسياليزي. مثلا ملي غنمشي نقرا الفيزياء مثلا في الالكترونيك غنقرا الفيزياء اللي هي متخصصه بالمجال اللي انا كنقراه.
بعكس الكلية ديال الولوج المفتوح كنبقى تقريبا في العموميات الى حتى كنتخصص في سلك الماستر. ايضا يمكن نتكلموا على مجموعه من المؤسسات ذات الولوج المحدود اللي عندها باك بلس 3، المثال ديال ليفيستي، كلية العلوم والتقنيات، المدرسة العليا للتربية والتكوين لينيس، المعهد العالي للصيد البحري، المعهد العالي لمهن السمع البصري، المعهد العالي للاتصال، والمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة. إذا سأمر لأن العدد ديال الشرائح كثير. عندنا أيضا بالنسبة لبعض المعاهد ديال الولوج المفتوح، عندنا المعاهد العليا لمهن التمريضية وتقنية الصحة لسبيت، وهذه هي المؤسسة اللي كتخرجنا مجموعة من التخصصات في التمريض. المعهد العالي لعلوم الصحة بسطات، وكلية طب الأسنان اللي كتعطينا ان ديبلوم دو باك بلس 3 اللي كيعطينا ان بروتيزيست. يعني ممكن الطالب أنه يلتحق بكلية طب الأسنان كطبيب أو كبروتيزيست اللي كتستغرق الدراسة 3 سنوات. هناك أيضا المعهد العالي الدولي للسياحة في طنجة اللي كيعطينا الدبلوم ديال مانجمنت توريستيك. وبالمناسبة هنا كاين دائما داك السؤال حول السياحة أو الدبلوم ديال السياحة اللي كيعتقد مجموعة من الطلبة أن غيمشي يشتغل في السياحة، إلا أن المعهد العالي كيعطيك ان ديبلوم دو مانجمنت، صافي أن هذاك المانجمنت اللي غتقراها ممكن تستغلها في اي مجال من غير السياحه، لان مجموعه من الطلبه كيتخوفوا من المجال السياحي، الا ان التكوين كيكون اشمل وكيكون اعمق، بحيث انه كيعطينا مدبرين دي جيستيونير دي ماناجر ديال السياحه. اذا كنعرفوا على ان مثلا بالنسبه لسبيت، بالنسبه للمعاهد العليا للتمريض، راه ملي كنجح في البكالوريا كنتقدم للمباراة، والمباراة بطبيعة الحال كنحدد شنو هو التخصص. كاين تخصصات اللي متعلقة بالنوع ديال التمريض، يا إما ممرض متعدد التخصصات، أو واحد لانفيرمي ديورجونس، أو ديال الانستيزي، أو ديال الصحة النفسية، أو المجال الآخر كاين المجال ديال التقني ديال الأشعة، والتقني ديال محضر ديال الصيدلة، أو التقني ديال المختبر، أو التقني ديال الديتيتيك الحمية والتغذية. وكاين أيضا لا كينيزيثيرابي والترويض بالترويض، وكاينه مصحح الاورتوفونيست، كاينه البسيكوموتريسيتي. هادو ايضا اللي كتكون هاد التكوينات يمكن هذاك لانفيرمي يمكن من بعد يفتح الكابيني ديالو، ماشي بالضروره يشتغل مع الاطباء، وانما يقدر يفتح الكابيني ديالو بالدبلوم ديال ممرض دوله. ايضا كاين ماشي بالضروره يبقى غير في التمريض، ممكن يكمل ان ماستر، ممكن يكمل ان دكتوراه، ولكن ما غاديش يكون دكتور، انما غيكون حاصل على يعني شهاده عليا في التخصص ديالو. بالنسبه للمعهد ديال ستات كيعطينا جوج ديال التخصصات، العلوم التمريضيه عندنا قباله لي ساج فام، وكاينه ايضا التكنولوجيات ديال المختبر البيو طبي. بالنسبه لمعاهد الرياضه اللي عندنا في سطات وفاس والقنيطره، كتعطينا جوج تخصصات، التربيه البدنيه والرياضه اللي عندنا في فاس، والتدبير الرياضي لي جيستيونير اولا المدبرين الرياضيين. في قنيطره عندنا التاطير الرياضي والتدبير الرياضي والترفيه، وهادو هما الاطر اللي غالبا كيشتغلوا مع وزاره الشبيبه والرياضه وفي المراكز ديال الشباب. قلنا لي زيد كتعطينا التدبير السياحي، وكلية طب الأسنان كتعطينا دي بروتيزيست دونتير. هناك تخصصات أخرى اللي مشتركة مع مجموعة ديال لي فيليير، يمكن يولج لها العلمي والأدبي والتقني وما إلى ذلك، مثلا المعهد الوطني للعمل الاجتماعي في طنجة اللي كيعطينا مختصين اجتماعيين، لينساب اللي كاينه في الرباط اللي كتعطينا لي زاركيولوج مختصين في علوم الآثار. عندنا أيضا لي زادك اللي كتخرجنا دي زانيماتور في لا تيلي او بيان دي كوميديان. عندنا ايضا المعهد الوطني للفنون الجميله اللي كاينه في تطوان، كاينه ايضا حتى في كازا. وعندنا دار الحديث الحسنيه اللي كتخرجنا هذوك القيمين الدينيين المتخصصين في الشؤون الدينيه.
الوغ عندنا ايضا المدارس العليا للمهندسين، واللي بالمناسبه يمكن يتحدث فيها اكثر الصديق السي توفيق خالدي. بالنسبه للمدارس العليا للمهندسين عندنا جوج ديال الانواع. عندنا مدارس عليا اللي كتحتضن اقسام تحضيريه مدمجه، دي كلاس بريباراتوار انتيغري بحال الانسا الانسام. وعندنا مدارس عليا اللي كنولج لها بعد المرور من الاقسام التحضيريه واجتياز هذاك لو كونكور ناسيونال كومان، والترتيب طبيعة الحال، والاجتياز الكتابي والشفوي، والترتيب على مستوى الوطني. ايضا عندنا المدرسه الوطنيه للهندسه المعماريه لنا ليكول ناسيونال داركتيكتور، اللي كاينه اعتقد في 6 يمكن ديال المدن. عندنا وجده، طنجه، عندنا اكادير، عندنا الرباط، فاس. لذلك من حيث المدرسه الوطنيه للهندسه المعماريه كتختلف على المدارس العليا للمهندسين، لان عندها النظام ديال الدراسه بوحدو. كاين الكونكور اللي كندوزوه من انطلاقا من الحصول على شهاده البكالوريا، ومده الدراسه اللي كتستغرق 6 سنوات في المؤسسه، يعني ما كاينش اقسام تحضيريه. العام السادس، العام الاخير، كيكون عام ديال البروجي ديال فان ديتود، و5 سنوات كلها كتستغرق في الدراسه ديال مجموعه من الوحدات اللي متعلقه بالهندسه. عندنا المعهد الحسن الثاني للبيطره والزراعه اليافي، واللي عنده واحد الجيد على مشترك لابيزا، واللي كيأدي بنا من بعد يا اما التخصصات البيطريه او التخصصات الفلاحيه او المدرسه الغابويه ديال سلا. بالنسبه للاقسام التحضيريه كنعرفوا على ان هناك واحد النوع ديال الافضليه من حيث لي فيليير. كنعرفوا على ان مثلا كيف ما هو كتشوفوا وحدكم علوم رياضيه الف وباء كيمكن ناخذوهم بنسبه ديال 90% في الشعبه ديال مات فيزيك سيونس دو لانجينيور، و40% في الشعبه ديال فيزيك شيمي سيونس دو لانجينيور. بالمقابل كناخذوا علوم تجريبيه في الشعبه ديال الرياضيات ب 10%، وفي الشعبه ديال الفيزياء ب 40%. ايضا ما نساوش ان عندنا الاقسام او الاقسام التحضيريه الخاصه بالتكنولوجيات الكهرباء والميكانيك، اللي هي التي اس اي. من حيث ومن حيث الاستقطاب كناخذوا 70% ديال الاس تي او الكهرباء، وكناخذوا 30% ديال الاس تي ام. غادي نمشي شي شويه سريع هنايا لان باش ما ناخذش الوقت اكثر. هذه بعض المؤسسات اللي كتبارى او المدارس العليا الممكن وجودها بعض الاقسام التحضيريه. دونك عندنا ليكول محمديه، لانسياس، الاس تي اش، لام بي تي، لانسيا اتسيتيرا. وبطبيعه الحال كل متعلم او كل واحد مهتم يقدر يدخل لاي سيت لهاد المدارس ويشوف التخصصات لي فورماسيون انيسيال اللي عندهم. كنتكلموا على بحال اللي قلنا في الاولى مجموعه من المجالات. مثلا ملي غنمشيو للمحمديه غنلقاو الباتيمون طرافو بوبليك، غنلقاو الجيني انرجيتيك، جيني ميكانيك، جيني الكتريك. ملي غنمشيو للانسياس غنلقاو تو سكي انجينيوري اون انفورماتيك، سايبر سيكوريتي، غنلقاو بون تو سكي داتا بيس اتسيتيرا. اوسي لام بي تي المعهد الوطني للبريد والمواصلات اصبح اكثر تخصصا في كل ما هو انفورماتيك، كل ما هو باز دو دوني، اي انسي دو سويت. دونك كل مؤسسه طورت من التخصصات ديالها. داك التخصصات نيت المجالات اللي تكلمنا عليهم في الاول اللي كاينين في التكوين المهني واللي كاينين في مجموعه المؤسسات، الا اننا بواحد المستوى اللي هو عالي. غادي نمر مباشره بطبيعة الحال. كنعرفوا الدبلومات اللي هي تتطلب يعني واحد 6 سنوات وأكثر. أنا دكتوراه الطب العام، كاينة المباراة المشتركة ديال الميديسين والفارماسي، واللي بطبيعة الحال اللي كينجح من بعد كيدوز 6 سنوات. كاينة عندنا جوج ديال الطرق، يا إما الطالب من بعد 5 سنوات كيطلب على أنه يكون انترن،
وكيدير سكون ابل ميدسان انترن في المستشفيات الجامعيه وكيدير التخصص ديالو، او من بعد 6 سنوات اللي كيناقش الدكتوراه ديالو كيعمل له ريزيدانا، او اللي كيدير التخصص وكيعمل له ريزيدانا. دونك كيكون دكتور في الطب العام وايضا كيتابع التخصص ديالو من بعد. والتخصصات كيمكن تبدا من 4 سنوات الى 9 سنوات من بعد 6 سنوات الاولى. كنعرفوا ايضا على ان المباراه ديال الطب هي مباراه كتعتمد على لوكوسيم. هاد الكوسيم فيه تقريبا واحد 57 سؤال. هادوك الاسئله كتكون بحال بغينا نقولوا تري كونسونطري، لان سي دو لا بسيكوتكنيك، فيها البيولوجي، فيها فيزيك، الشيمي والرياضيات. غادي نمشي مباشره من بعد غنمشيو مباشرة لبعض المعطيات اللي كاين على المغرب. نورمالمون لي سيكتور دافونيغ اللي كيراهن عليهم المغرب، عندنا الاوفشورين. دونك كاين بروجي ديال لو ماروك ديجيتال 2030. دونك سي اون استراتيجي ديال الحكومه باش تكري 240,000 امبلوا ديريكت ديسي 2030. الوغ تو سكي ديجيتال، اي حاجه عندها علاقه بالرقمي، لي انفراستركتور، الديفلوبمون، السيونس دو داتا ايتترا، كامل غالبا او على حسب هذه بيرسبكتيف ما غاديش يكون عنده اشكال في الولوج لسوق الشغل. بطبيعه الحال كنتكلموا من غير هذوك لي ميتي اللي هما كلاسيك، اللي ما عمرهم ما كيموتوا، بحال الميديسين، بحال الانجينيوري، بحال الاركتيكتور ايتترا. دونك عندنا لي ديفلوبور او لا لي اكسبير اون سايبر سيكوريتي، لي سبيسياليست اون ليا. اعتقد ان بيننا شي زميل اللي هو المجال ديال البحث ديالو هو الانتيليجنس ارتيفيسيال. الوغ عندنا سكون ابل الاوت سورسين. دونك هذا المجال ديال لو تريتمون ديال دي سيرفيس خارج هذا البلد. دونك سي سورتو اون انجينيوري ديال لانفورماتيك. عندنا كنعرفوا على ان المغرب الان كيستقطب ولا كيسوتريتي واحد المجموعه ديال الشركات، سورتو في لايغونوتيك، في لوتوموتيف. دونك تو سكي لين هاد لو جيني اندستريال، بطبيعه الحال غاديش يلقى مشكل في الانتيغراسيون ديال المارشي ديال لومبلوا. الوغ عندنا البرودكسيون ديال لي فييكول وبرودكسيون ديال l'aéronautique. Donc, on a l'objectif de créer 2 millions de véhicules. Donc, l'horizon de 2030. Alors, غالبا غتكون يعني الطلب على اليد العامله. Aussi, المغرب مراهن على l'aéronautique ب 40,000 nouveaux emplois. لي زينيرجي رونوفلابل حتى هي سي لا توندونس. كنعرفوا على ان المغرب عنده واحد المجموعه ديال الالتزامات دوليه حول الطاقات النظيفه. دونك ولاحظنا بان كاين واحد التطور على مستوى التكوينات، بحيث عندنا 2 ديال المراكز او 2 ديال المعاهد ديال التكوين في الطاقات المتجدده، كاين في ورزازات وكاين في طنجه. دونك غادي نحتاجو دي زانجينيور اون انرجي سولير. ولما كنتكلموا على الانرجي بطبيعه الحال ماشي بالضروره غير دي زانجينيور، اوسي دي تكنيسيان سبيسياليزي. Le BTP ou les bâtiments et travaux publics, que ce soit le diplôme, soit des architectes, des ingénieurs, des techniciens spécialisés. كنعرفوا على ان le BTP ما عمره كيوقف، سورتو في لي بي بحال ديالنا اللي هما en voie de développement. دونك لو بي تي بي الي لا دائما اي واحد غادي يمشي في هذا لو دومين هذا، سيرمون ما غاديش يلقى مشكل في الانتيغراسيون ديال لو موند ديال لومبلوا. اوسي كاين واحد الرهان على لو توريزم، بويسكو كاين هذا الاستقبال ديال الحدث ديال الكوب دي موند. اي اونفان عندنا الميتي دو سونتي. كنعرفوا على ان في المغرب الان الهرم السكاني بدا كيتحول من يعني الشباب الى نوعا ما الشيخوخه. دونك كتلاحظوا مؤخرا كيفاش كاين واحد
نقولوا الرواج ديال المهن ديال التمريض، ديال هذوك لي زيت سوانيون. عندنا اوسي كنعرف عندنا لو ميدسان ما عمره ما غادي يوقف. دونك تو سكي لي الميديسين، التمريض، تو سكي لي لي لابوراتوار ايتترا. عندنا بدينا كنهتموا اكثر بالصحه ديال لي سيتويان. الور هاد لي ميتي دو كير ولا لي ميتي دو سونتي غادي يكون عندهم حتى هما واحد النصيب من التشغيل. مؤخرا كنتكلموا على، غادي نختم بهذه المساله هذه واللي هي مهمه. مؤخرا كنتكلموا على دي كومبيتونس هيبريد. بطبيعه الحال في لو موند دومبلوا دابا كنعرفوا على ان كتوقع واحد الميوتاسيون في واحد الوقت اللي هو قليل. الور حتى التقسيم، داك التقسيم الكلاسيكي اللي كنتكلموا عليه ديال ادبي او علمي، بطبيعه الحال وهذا راي شخصي، خصو ما يبقاش في الذهن ديالنا. حنا الان في واحد العالم اللي كيتبدل، خصنا دي كومبيتونس هيبريد. هذاك الدكتور خصو يكون كيعرف الانجليزيه مزيان، وهذاك اللي كيحسب خصو يكون كيعرف العربيه، وهذاك اللي كيعرف العربيه خصو يكون كيعرف التقنيات وما الى ذلك. دونك كنحتاجوا دي جون المارشي دومبلوا، يعني على حسب لي بروسبكسيون اللي كاينين، ولا كيحتاج دي جون اللي هما بوليفالون، قادرين على انهم يفورميو راسهم براسهم، قادرين على انهم يتحولوا، قادرين على انهم في حاله ما داكشي اللي قراوه واللي تكونوا فيه، ميم سي واخا يعمل ان ديبلوم دو 5 ولا اكثر ما بقاش خدام، يقدر يعاود يفورمي راسو، او ما يسمى بلوتو ابرونتيساج. دونك انا جوسكا لا كنظن نعطي الفرصه للاصدقاء، وشكرا. إذن شكرا جزيلا أستاذ على هذا المداخلة القيمة خلال استحضار أهم المجالات نظام الدراسة لما بعد البكالوريا، من خلال استحضار الولوج، سواء تعلق الأمر بالكليات ذات الولوج المفتوح ككليات العلوم الآداب والعلوم الإنسانية، الكليات العلوم الاجتماعية والاقتصادية، وأيضا الكليات ذات الولوج المحدود كاليفيستي إلى غير ذلك. ثم تطرق أيضا للمعاهد العليا أيضا ذات الولوج المحدود، تطرق لأهم المجالات وكذلك شروط القبول وآفاق العمل. تطرق ما يتعلق بالميديسين وأهم شروط القبول إلى غير ذلك. إذا شكرا جزيلا أستاذ منير الولهاني على هذه التدخل القيم الذي بطبيعة الحال سوف يفيد تلامذتنا وتلميذاتنا في اختيار موفق المسار ما بعد البكالوريا. إذا الآن سوف ننتقل إلى المداخلة الثانية، المفتش خالد توفيق الذي سوف يتناول المدارس العليا للمهندسين. إذن فليتقدم أستاذ خالد توفيق. إذن تحية طيبة للجميع الزملاء. شكرا الأستاذة فارس، شكرا سي منير على هذه المداخلة، وشكرا للزملاء على الدعوة في فريق لافانو. إذا بالنسبة لي أنا غادي نحاول نكمل العرض اللي قام به الأستاذ منير. فغادي نمشي مباشرة للتدخلات ديال يعني الكليات ديال الهندسة. إذا كان ممكن نقوم بالبارتاج. ما عرفتش واش البارتاج كاين. إذا تم البارتاج ممتاز. هل تم البارتاج؟ نعم. إذا فبالنسبة بالنسبة لي أنا غادي نطرق لتكوين المهندسين بالمغرب. إذا تكوين المهندسين بالمغرب غادي نشوفوا المسارات التكوينات الدراسية للمهندسين بالمغرب. إذا دبلوم ديال المهندس كيكون على 5 سنوات بعد البكالوريا.
كتكون فيه سنتين إما تحضيريتين داخل المؤسسة أو في الأقسام التحضيرية أو في الجامعات، ومن بعد منها الالتحاق بسلك ديال المهندسين اللي كيكون 3 سنوات. ثم يعني كاين دبلومات ديال المهندسين في المجال العسكري، مثلا ليرا، هنا اللي كيكون فيها واحد 2 زاني كلاس بريباراتوار او نيفو ديال ليرا في مراكش، او كيكون في الاقسام التحضيريه ام بي اس اي، ثم الالتحاق بليرا 3 سنوات ديال الهندسه. نفس الشيء بالنسبه ليرنا، يعني مهندس عسكري بحري، حتى هادو كتكون يا اما سنتين تحضيريتين او نيفو ديال ليرنا في كازابلانكا، ولا كتكون واحد سنتين تحضيريتين مات فيزيك سيونس دانجينيور، ثم التحاق 3 سنوات بليرنا. كاين بعض الدبلومات ديال المهندسين اللي كتكون عبر 6 سنوات كيف ما شار الزميل منير من قبل، بحال في يعني المدرسه ديال لينا. ثم ايضا ممكن يكون في يعني في الدبلوم مهندس غابوي، حتى هو اللي كيكون يعني عنده واحد سنتين اما في اليافي في لينام، و4 سنوات في المدرسه الوطنيه الغابويه للمهندسين. اذا بالنسبه لبعض التخصصات اللي كيكونوا في يعني في الهندسه، هادو منهم بعض الامثله: مجالات مختلفه، مجال المعلوميات، الهندسه المدنيه، الصناعه الميكانيكيه، الصناعه الزراعيه. اذا مجموعه ديال المجالات واعده. اذا هنا هادو بعض المجالات. اذا المؤسسات العليا بالمغرب اللي كتعطي هذا الدبلوم ديال المهندس شكون هما؟ فعندنا مجموعه ديال المؤسسات، كاين منها المدارس الوطنيه للعلوم التطبيقيه. اذا هنا كيف ما كتشوفوا كاين 13 مؤسسه لزينسا، كاين في عده مدن. اذا هاد المؤسسات يعني كتشوفوا التوزيع الجغرافي ديالها. كاينه المؤسسات ديال الانصام اللي كاينه في الدار البيضاء، مكناس، الرباط. ثم كاينين مؤسسات ديال المدرسه العليا للتعليم التقني المحمديه، المدرسه الوطنيه العليا للكيمياء والكهرباء، يعني للكيمياء بقنيطره، المعهد العالي للدراسات البحريه في الدار البيضاء. ثم كاين الامكانيه باش ناخذوا دبلوم مهندس من فاكولتي سيونس تكنولوجي، يعني ديال العلوم التقنيات. كاين عاوتاني هنايا كنشوفوا المدن اللي كاينه فيهم هاد المؤسسات. ممكن ناخذوا دبلوم ديال مهندس ايضا من المعهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره، ولا من المدرسه الوطنيه للفلاحه مكناس، ولا المدرسه الوطنيه الغابويين مهندسين، او بالمدارس ديال لينا. ثم المدارس العسكريه جوج اللي ذكرنا، يعني عندنا المدرسه الملكيه البحريه والمدرسه الملكيه الجويه. وهناك عدة مؤسسات أخرى يعني اللي في الغالب ديالها كيف ما كتشوفوا في الصورة، يعني هذه المؤسسات يتم الولوج لها بعد سنتين من الأقسام التحضيرية. إذا كاينه المدرسة المحمدية للمهندسين، المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم. إذا رشر الزميل منير المجموعة منهم. الآن غادي نشوفوا طريقة الولوج لهذه المدارس، يعني كيفاش ممكن أننا ندخلوا لهذه المدارس. فبالنسبه للجروب انسا، يعني المؤسسات ديال الانسا، عندنا جوج ديال الطرق: هي مباشره بعد البكالوريا، بعد اجتياز مباراه اللي كتكون بطبيعه الحال في الرياضيات والفيزياء، او ممكن اننا نولجوا لها بعد سنتين ما بعد البكالوريا، يعني ان ديبلوم ديال دوغ ولا دو اس تي ولا دو تي. يعني هنايا عاوتاني كنجتازوا مباراه وكنلتحقوا بالسنه الثالثه، يعني البريمير اني ديال السيكل دانجينيور. او ممكن من حتى نديروا واحد 3 سنوات ليسونس اليمونتار، يعني اليمونتار فوندامونتال، ولا ليسونس سيونس تكنولوجي، والتحقوا اما بالسنه الثالثه او بالسنه الرابعه. يعني في التسجيل ديال الطالب هو كيختار اش من كونكور بغى يجتاز، واش باش يلتحق في السنه الثالثه او السنه الرابعه. بالنسبه للتخصصات اللي كيكونوا، اذا هادو واحد الامثله ديال التخصصات اللي كاينين بهذه المؤسسات. اذا في مجالات مختلفه: الانرجيتيك، الانفورماتيك، الاندستريال، الميكانيك. اذا هادو هنا كتشوفوا بعد التخصصات. بالنسبه للمؤسسات ديال الانسام،
إذا تقريبا نفس طريقة الولوج ديال المؤسسات ديال الإنسا، إما حتى هما ما بعد البكالوريا. نفس الشيء المباراة كتكون في المادتين ديال الرياضيات والفيزياء والكيمياء، أو ممكن التحقوا يعني بعد سنتين دراسيتين، إما في لافاستي ولا في لافاك سيونس ولا بالأقسام التحضيرية، باش كنلتحقوا بالسنة الثالثة أو السنة الرابعة. إذا هناك أيضا عدة تخصصات بهذه المدارس الثلاث. إذا هذو أمثلة هنا اللي كنشوفوا يعني ديال هاد التخصصات. كنلاحظوا هنا مثلا بحال تخصص كاين إضافي ديال جيني بيوميديكال، يعني اللي كاين في لانسام دو غابة. والتخصصات الاخرين يعني راه بعض منهم ذكرناهم في لي زينسا، وهادو امثله على هاد التخصصات اللي ممكن ان الطالب ياخذهم ما بعد 3 سنوات في هاد لي زينسا، او 5 سنوات يعني على حساب الولوج اللي ولج ليه. لينسيك هي يعني كندخلوا ليها اما ما بعد البكالوريا، يعني ليكول ناسيونال سيونس ديال الكيمياء بالقنيطره، او حتى هي ممكن ندخلوا ليها بعد سنتين، اما ديال الاقسام التحضيريه ولا اللي حاملين دوغ ولا دو اس تي ولا دو تي ولا دو بي. الور التخصصات اللي كاينين في هذا ليكول لينسيك ديال الشيمي، اذا كنلقاو هنا شيمي ماتيريو انفيرونمون، شيمي دو فورمولاسيون، شيمي بروسيدي دورابل بور لاندستري. اذا هادو التخصصات اللي كاينين تمايا. بالنسبه للمؤسسه ديال المعهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره اليافي، اذا نفس الشيء كنولجوا ليه ما بعد البكالوريا. اذا هنا امتحان السنه الاولى كتسمى كيف ما شار الزميل منير لابيزا، يعني اني بريباراتوار، من بعد منها عاد غادي يكونوا التخصصات. اذا هذا الولوج لهذه المؤسسه كيكون امتحان بسيكوتكنيك، او ممكن اننا ندخلوا لها ما بعد باك بلس 2، يعني نلتحقوا بالسنه الثالثه، ولا ممكن حتى ابري ليسونس اليمونتير فوندامونتال ولا ليسونس سيونس تكنولوجي نلتحقوا بالسنه الثالثه. اذا التخصصات اللي كيكونوا في هذه المؤسسه كاينه لاغرونومي، كاين اندستري اغرو اليمونتير، ليركولتور، جيني رورال، وتوبوغراف، وبطبيعه الحال طبيب بيطري. اذا هذو كاملين التخصصات اللي ممكن اننا ناخذهم من هذه المؤسسه. المباراة بالنسبه للنام يعني ليكول ناسيونال داغرونومي دو مكناس، اذا هذه كندخلوا لها من البكالوريا. التخصصات اللي كاينين فيها يعني تخصصات ما كاين ما هو مشترك مع اليافي، وكاين ما هو تخصصات يعني خاصه بهذه المؤسسه. اذا هادو هنا كنشوفوا بعض الامثله. داكور. اذا يعني تقريبا واحد 6 ديال التخصصات. بالنسبه هناك مجموعه ديال المؤسسات اللي باش نولجوا لهم ضروري ما كنمروا من الاقسام التحضيريه. هذه الاقسام التحضيريه اما في شعبه ديال ام بي اس اي مات فيزيك سيونس انجينيور، ولا فيزيك شيمي سيونس انجينيور، ولا يعني تكنيك سيونس انجينيور. ثم كندوزو واحد المباراه سميتها السي ان سي، المباراه الوطنيه المشتركه، كونكور ناسيونال كومان. اذا وكنلتحقوا بهذه المؤسسات اللي كنقضيو بها 3 سنوات، وكناخذوا ديبلوم ديالنا ديال مهندس. اذا هادو مجموعه ديال المؤسسات. اذا كيف ما كتلاحظوا كاينه لينسا ولينسام هنا كتعاود لافاستي، لان كما قلنا عند طريقتين الولوج، اما مباشره بعد الباك او بعد سنتين. مؤسسات اخرى يعني ضروري من يعني ما عندهاش مباشره من بعد البكالوريا، ضروري من سنتين في الاقسام التحضيريه، او سنتين يعني للدوغ ولا ليسونس اما سيونس تكنولوجي ولا ليسونس اليمونتال فوندامونتال، يعني اليمونتير فوندامونتال. اذا هنا حنا غادي نشوفوا الطريقه الثانيه باش كنولجوا لهم ايضا. اذا هنا قلنا اما ايضا باش كندخلوا السنه الاولى والسنه الثانيه والسنه الثالثه، اذا بعد الحصول على الدوغ ولا الديو تي. ولكن في هذه الحاله هذه صراحه يعني ما كيكونش عدد المقاعد المخصصه كبير بزاف، يعني كتكون تقريبا واحد 10 حتى 20% فقط، يعني هما اللي كيكونوا. وخاص الطالب يعني في الغالب يكون يعني حصل على ذاك الدوغ او او الديو يعني في سنتين، ما يكونش كرر، وتكون عنده ميزه تكون في السنه يعني في لي موديول في الاس 1 والاس 2 والاس 3 والاس 4.
او اذا كان يدخل بليسونس فوندامونتال، يعني خاصو في ديك السته ديال لي سيمستر يكون حصل على عدد اكبر ما يمكن من الميزات. اذا بعض التخصصات اللي كاينين بحال في المدرسه ديال المحمديه، اذا هادو كنشوفوا هنا بعض الامثله اللي كاينين: جيني الكتريك، جيني ريزو تيليكوم، يعني انفورماتيك، مينيرال. اذا هادو مجموعه ديال التخصصات اللي كاينين في هذه المدرسه. ايضا هناك بالنسبه للمدرسه ديال الحسنيه، هنا غادي نلقاو بعض التخصصات اللي فيها ميترولوجي، جيني سيفيل، سيونس دو لانفورماسيون جيوغرافيك، جيني الكتريك، ولا جيني انفورماتيك الى اخره. اذا هادو كامل التخصصات اللي كيكونوا في هذيك المؤسسه. بعض المؤسسات فيها تخصصات اخرى بحال اكاديميه محمد السادس الدوليه للطيران المدني بالدار البيضاء، اياك، يعني هذه فيها تخصصات بحال يعني جيني الكتريك تيليكومونيكاسيون، جيني اندستريال برودكسيون، جيني انفورماتيك، انجينيور يعني كنترولور دو لا نافيغاسيون ايريان، انجينيور اون الكترونيك دو لا سيكوريتي ايريان. اذا هادو حتى هما يعني هنا هادوك الجوج اذا هاد التخصصات او المؤسسه ضروري من المرور عبر الاقسام التحضيريه عاد كنولجوا ليهم. فوالا. اذا لا خدينا مدرسه اخرى بحال المدرسه الوطنيه العليا للكهرباء والميكانيك اللي كاينه لينسيم دو كازابلانكا، اذا فيها تخصصات اخرى في الغالب ديالها هما عندهم علاقه ب يعني الصناعه، يعني كونستركسيون ميكانيك برودكسيون انتيغري، جيني سيستيم الكتريك، جيني دي سيستيم ميكانيك، génie industriel, procédé industriel plasturgie, يعني qualité maintenance et sécurité industrielle, automatique informatique industrielle, électrique, système embarqué, télécommunications, génie informatique, base de données et réseau, génie informatique, sécurité, technologie informatique. هادو كاملين تخصصات كاين في هذه المؤسسه. كاين انواع اخرى ديال التخصصات اللي ممكن نلقاوها مثلا بحال في المعهد الوطني للاحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط الانسيه. اذا هنا من التسميه ديالو غادي نلقاو يعني تخصصات اخرى بحال لاكتواريا فينانس، recherche opérationnelle et aide à la décision, statistique, démographie, statistique, économie, informatique. اذا هاد التخصصات غادي نلقاوهم في هذا المعهد هذا. اذا مشينا لمعهد اخر من نوع اخر بحال المعهد الوطني البريد المواصلات الام بي تي، اذا بطبيعه الحال غادي نلقاو تخصصات اللي عندها علاقه بهذا المعهد بحال انجينيور تيليكومونيكاسيون، انجينيور مانجمنت دي تكنولوجي، انجينيوري انفورماتيك لانفورماسيون. اذا هادو هما التخصصات اللي غنلقاوهم في هذا المجال هذا. اذا مشينا للمدرسه الوطنيه العليا للمعادن، ايضا غادي نلقاو تخصصات اللي عندها علاقه بهذا المجال هذا. كيف ما كتشوفوا هنايا كاين مجموعه ديال التخصصات هنايا نذكرهم بيناتها بحال لاميناجمون اكسبلواتاسيون دي سول اي سو سول. فوالا. اذا مجموعه ديال التخصصات انا كيف ما كتشوفوا يعني هادو كاملين كيكونوا في السنه الثالثه. فوالا. اذا الا مشينا للمدرسه الوطنيه العليا للمعلوميه وتحليل النظم لانسياس، اذا هنا عاوتاني غادي نلقاو مجالات اللي عندها علاقه مع هذا المجال ديال المعلوميات وتحليل النظم. يعني غادي نلقاو الاي لوجيستيك، سيكوريتي سيستيم انفورماسيون، غادي نلقاو سيستيم امباركي، البيزنس انتيليجونس، الاي مانجمنت. اذا هادو كاملين تخصصات غادي نلقاوهم في المدرسه. الى مشينا للمدرسه العليا للتعليم التقني لانساد المحمديه، اذا هذه حتى هي فيها واحد 3 ديال التخصصات. فوالا. يعني مانجمنت لوجيستيك اندستريال، جيني الكتريك اي كونترول سيستيم اندستريال، وجيني لوجيسيال اي سيستيم انفورماتيك ديستريبيي. اذا شكرا على المتابعه. يعني كيف ما كتشوفوا فهناك يعني عده تخصصات، كل مؤسسه كتعتني بواحد المجموعه من التخصصات، ونتمنى التوفيق للتلاميذ ديال البكالوريا ان شاء الله. وشكرا. إن- شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا الأستاذ على المداخلة القيمة. أستاذ خالدي توفيق اللي قدم لنا المدارس العليا للمهندسين وبالضبط تكوين المهندسين بالمغرب من خلال تناول أهم المسارات التي تمكن المتعلم فيما بعد البكالوريا من الحصول على شهادة مهندس عبر تحديد عدد سنوات الدراسة وكذلك طرق الولوج. يعني يمكن المتعلم أن يلج أو أن يحصل على دبلوم مهندس من خلال مسارات عدة، إما من خلال البكالوريا مباشرة أو من خلال الأقسام التحضيرية أو من خلال الدراسة بالجامعة أيضا سنتين وبعد ذلك الانتقال لمدرسة المهندسين. إذا حاول الأستاذ أن يقدم لنا أهم المؤسسات التي تتيح للمتعلم أن يحصل على دبلوم مهندس في مجموعة من التخصصات، كما أنه قدم لنا التوزيع الجغرافي الذي تتواجد به هذه المؤسسات في المغرب. إذا تقديم المدن التي توجد بها هذه المؤسسات، لينسا، لينسات، ليرا، لينام إلى غير ذلك. إذا حدد لنا أيضا طرق الولوج لهذه المؤسسات وكذلك قدم أهم التخصصات الموجودة في المغرب. إذا شكرا جزيلا أستاذ على هذه المعلومات القيمة من طبيعة الحال التي سوف تفيد المتعلمين والمتعلمات في رسم، خصوصا المهتمين بولوج المدارس العليا للمهندسين. فشكر موصول وجزيل للأستاذ خالدي توفيق. إذا الآن سننتقل إلى مرحلة أخرى أو إلى المحور الأخير في هذا اللقاء الإعلامي من خلال استحضار آفاق مسلك الآداب والعلوم الإنسانية مع المفتش عزيز بوفريوة، وأيضا طالب وباحث في سلك الدكتوراه تخصص الذكاء الاصطناعي. إذن فليتفضل الأستاذ عزيز بوفريوة لتقديم مداخلته. شكرا أستاذة نوار. إذا شكرا على الاستضافة، كنشكركم. إذا سأقوم بمشاركة النافذة. إذا أتمنى أن يكون الصوت مسموعا. إذا بالنسبة للمداخلة ديالي غادي تكون حول آفاق ما بعد البكالوريا فيما يخص شعبة الآداب والعلوم الإنسانية. يعني كاينين هناك مسلكين، المسلك ديال العلوم الإنسانية والمسلك ديال الآداب، اللي كيشتركوا يعني تقريبا في جميع الآفاق. إذا الهدف من هذا العرض هذا هو أننا نقدموا للتلاميذ ديال الشعب ديال الآداب والعلوم الإنسانية أهم المسارات المتاحة من بعد البكالوريا، وشنو هما المؤسسات والتكوينات اللي كاينه، سواء كان التكوين المهني ولا المجالات العسكريه والشبه العسكريه، وكذلك حتى المجال الطبي. اش ممكن الوليدات ديالنا يديروا من بعد بكالوريا ادبيه ولا في العلوم الانسانيه. اذا كاينين مجموعه ديال الانواع ديال المؤسسات المتاحه للمسلك ديال الاداب او المسلك ديال العلوم الانسانيه، منها مؤسسات جامعيه ذات ولوج مفتوح، هناك اخرى ذات ولوج محدود او استقطاب محدود، كاين مؤسسات ديال التكوين المهني، وكذلك كاين تكوينات عسكريه بحال مثل الاكاديميه الملكيه العسكريه او الشرطه. اذا مباشره يمكن لتلميذ حاصل على بكالوريا ديال الاداب او العلوم الانسانيه انه يولج كليه الاداب والعلوم الانسانيه في إحدى التخصصات، غير ما في الآداب بحال مثلا اللغة الفرنسية وآدابها، الإنجليزية، كاين الألمانية، الإسبانية. إذا مجموعة من اللغات متاحة. بعد الحصول ديال الطالب على الإجازة مثلا في هذا التخصص هذا، ممكن أنه يترشح مثلا المعهد ديال الترجمة ويحصل على الدبلوم ديال الترجمة مثلا ويخدم ترجمان، كما أنه يكمل الماستر أو الدكتوراه. كذلك هناك إمكانية ولوج آفاق في المجال ديال القانون بالحصول على الإجازة في القانون سواء العام أو الخاص. كذلك ممكن في بعض الحالات، يعني في بعض الكليات كيسمحوا للناس ديال الآداب
او العلوم الانسانيه انهم يولجوا المسلك ديال الاقتصاد والتدبير، واخا كاينين جامعات حاليا بسيستيم اللي حاطه سيستيم يعني انفورماتيك كيمنع هذا الامكانيه هذه. كذلك ممكن انه يتخصصوا يعني في تخصص ادبي في الكليات المتعدده التخصصات، اللي للاسف يعني السنه المقبله ممكن انها تقسم المؤسسات، غادي تكون يعني تخصص علمي ويكون تخصص ديال الاداب ولا العلوم الانسانيه ولا كذلك العلوم الاجتماعيه. بحال مثلا كاين اللغات التطبيقيه اللي كيدرسوا فيها يعني الفرنسيه مثلا والانجليزيه، ولا الفرنسيه والاسبانيه. المهم كتكون واحد الخليط ديال اللغات، والدبلوم كيكون نقدروا نقولوا بوليفالون لانغويستيكمون، يعني كيكون عنده واحد التعدد والتنوع في يعني في التخصص، ما كاينش تخصص واحد لغوي. اذا بالنسبه لهذا المسار هذا ممكن اننا نديروا 3 سنوات ونحصلوا على الاجازه، ولا نكملوا 2 سنين بعد الاجازه للحصول على الماستر او الدكتوراه اللي تقريبا 8 سنوات، يعني اللي كان قادر الطالب على انه يحصل عليها في 3 سنوات بهذا النظام هذا اللي فيه لي موديول 9 تاع لي موديول كيقراوهم. هاد لي موديول هادو راه ضروري الحضور فيهم، كذلك متبوعين بان رابور وان اكزامان، يعني كيكون يعني خاصك تفاليديهم، وهما كيمثلوا 150 نقطه في لو سكور جينيرال، بينما كتبقى اظن 750 ديال لا تيز دكتورال. اذا هذا المسار هذا هو واحد المسار اللي نقدروا نعتبروه متوسط ولا قصير متوسط وطويل المدى، واللي كيخول يعني الحاصلين عليه على انهم مثلا يولجوا هذا اطار استاذ مساعد في التعليم العالي. هذا مثال فقط. ثم هناك كليات ومؤسسات اللي عندها طابع ديني او لغوي، بحال مثلا كليه اللغه العربيه بمراكش، وهذه كليه مختصه بالتكوين في اللغه العربيه والاداب ديالها. كذلك هناك كليه اصول الدين بتطوان، وهي اللي كتركز على الدراسات الاسلاميه واصول الدين. كما انه ممكن تحدثوا على الكليات ديال الشريعه اللي كاينه مثلا في اكادير، فاس، سماره الى اخره، اللي التكوين ديالها يعني هو مجال ديال الدراسات الاسلاميه والشريعه. وهناك مؤسستين كذلك كيكونوا في المجال الديني، اللي هي مؤسسه دار الحديث الحسنيه، اللي الولوج ديالها كيتم عبر مباراه البكالوريا مباراه، وكتعطي الاجازه ديال دار الحديث الحسنيه، وكتكون في المجال ديال الارشاد والائمه الى اخره. ثم كاين المعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية، هذا كيستقطب مجموعة من الطلبة أو التلامذة اللي عندهم توجه يعني نحو تجويد، تحليل ديال القرآن، الدراسات القرآنية. وكذلك كيستقطب هذا طلبة من داخل أرض الوطن، يعني من المغرب، وكذلك من خارج أرض المغرب. والشرط الأولوج ديالو هو أنه يتم حفظ القرآن الكريم كاملا، والحصول على شهادة البكالوريا، وما يكونش السن ديال المترشح كيتجاوز 30 سنة. إذا كذلك يمكن أن نتحدث عن آفاق اللي عندها علاقة بالمهن ديال التربية والتكوين، وكنتحدثوا على المدارس العليا للأساتذة مثلا، كذلك المدرسة العليا للتربية والتكوين اللي كاينة في مجموعة ديال المدن، بحال مثلا أكادير كاينة فيها اللي فيها تخصصات ديال الابتدائي وكذلك ديال الثانوي. بالنسبة للابتدائي راه كاين المزدوج، كاين اللغة الأمازيغية، كاين اللغة الإنجليزية بالنسبة للثانوي، كذلك كاين اللغة الفرنسية. هادو امثله، يعني كاين مجموعه ديال التكوينات. بالنسبه للكليه ديال العلوم التربيه كتميز بانها كتعطي دبلوم ديال الاجازه في التربيه، ولكن في بعض التخصصات اللي ما كايناش في المدارس العليا للتربيه والتكوين، بحال مثلا التربيه الدامجه، بحال مثلا الديداكتيك. ومن بعد هذا التتويج بالاجازه يمكن انه الطالب انه يكمل الماستر ديالو او لا الدكتوراه، او لا انه يولج واحد المركز من المراكز الجهويه لمهن التربيه والتكوين، سواء السلك الابتدائي، الاعدادي بالتخصصات ديالو، الثانوي، التاهيلي كذلك. والتكوين راه كيكون سنه، وكيتعطى واحد لو ديبلوم ديال التاهيل المهني اللي كيخولك انك تشتغل استاذ ديال وزاره التربيه الوطنيه، سواء في السلك الابتدائي، الاعدادي او التاهيلي. ثم يمكن ان نتحدث عن بعض المهن اللي عندها علاقه بالفنون والتصميم والابداع، يعني كاينين مؤسسات اللي التوجه ديالها
غالبا كيكون عنده علاقه بالفن، الانتاج المسرحي والسينما والابداع، بحال مثلا المدرسه الوطنيه العليا للفن والتصميم الانصاد اللي كاينه في الدار البيضاء، وكتعطي ديبلوم اللي عنده علاقه يعني بالتصميم. كذلك كاين المعهد الوطني للفنون الجميله، هذا من المعاهد يعني الكبيره في المغرب، ونقدروا نقولوا لونيك اللي كيكون يعني اللي عنده واحد لو ستاتيو ديال ديبلوم ايطاتيك، يعني تقدر تخدم به حتى في ليطا كادمينستراتور، ولا تكمل به القرايه تاعك بشكل عادي في مؤسسه جامعيه يعني تابعه للتعليم العالي. ثم كاينه المدرسه العليا للفنون الجميله بالدار البيضاء، هذه كتعطي الدبلوم ديال الفنون الجميله، الا ان الدبلوم ديالها ما عندوش الغوكونيسونس، رغم انها يعني مؤسسه عريقه، الا ان الدبلوم تاعها كيبقى ما عندوش هذيك يعني غير معترف به. ما يمكنش مثلا ترشح به لواحد المباراه اللي اعلنت عليها مثلا الوزاره ديال الثقافه مثلا. كاين المعهد الاخير هو المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي اللي زادك، اللي كاين في الرباط، واللي كيعطي تكوين رصين في المجال ديال المسرح والتنشيط الثقافي. ثم يمكن كذلك أن نتحدث عن مهن أخرى أو معاهد أخرى اللي كتكون في المجال ديال الإعلام والاتصال والترجمة، اللي منها المعهد العالي للإعلام والاتصال. إذا هاد المؤسسات كاملين راه ممكن ترشح لها سواء بكالوريا آداب، سير مسلك الآداب، ولا المسلك ديال العلوم الإنسانية. كاين مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، هذه الولوج ديالها كيكون بالإجازة، ما كيكونش بالبكالوريا، يعني خاص ضروري التلميذ يدوز من المرحله ديال باك بلس 3، يعني الاجازه في احدى الكليات، مثلا الكليه ديال الاداب والعلوم الانسانيه، ولا كليه متعدده التخصصات، ولا شي معهد اللي كيعطي الدبلوم ديال الاجازه ويكون عنده علاقه باللغه. ثم كاين المعهد الاخير في هذا المجال هذا اللي هو المعهد العالي للمهن السمعي والبصري والسينما، اللي كيعطي تكوينات عندها علاقه يعني بالانتاج السينمائي وتسكي سيناريو اكسيتيرا. اذا قبل ان ننتقل يعني للتكوينات الاخيره، غادي نتكلموا على القطاع ديال السياحه والعمل الاجتماعي والصحه. اذا خاص التلميذ اليوم اللي كاين في البكالوريا، سواء في يعني في المسلك ديال الاداب ولا العلوم الانسانيه، يكون عارف بلي راه من حقه يترشح المعهد العالي الدولي للسياحه اللي زيد اللي كيعطي ديبلوم ديال التدبير، يعني كيكون مدبر، وهذا الدبلوم هذا عنده واحد القيمه سوقيه داخل المؤسسات السياحيه والفندقيه يعني في البلاد. ثم كاين المعهد الوطني للعمل الاجتماعي، هذا كيعطي الدبلوم ديال المعهد اللي كيخول لك انه تشتغل مثلا في مثلا في السجون، في المستشفيات، في كذا. كاينين مباريات كيلونسيوهم عندهم علاقه بالدبلوم ديال هذا المعهد هذا، يعني كتكفل انت بكل ما هو اجتماعي في العمل ديالك. ومن الاحسن الناس اللي يدفعوا لهذا المعهد هذا تكون عندهم واحد الميول لما هو اجتماعي، العطاء بدون مقابل الى اخره، باش يعني يعيشوا واحد النوع ديال الاريحيه في الخدمه ديالهم. كذلك ممكن ترشح المعاهد العليا للمهن التمريضيه والتقنيه الصحه، وبالضبط المصحح النطق، ترويض بالعمل، وكذلك اخصائي نفساني. وكاينه الحاله الرابعه هي المساعده الاجتماعيه، يعني الحصول على الاجازه يعني في المهن التمريضيه. يعني هذا الشعبه ديال المساعده الاجتماعيه هذو كيخدموا في المستشفيات، وممكن كذلك انهم يفتحوا مثلا دي كابيني ديالهم يشتغلوا فيهم، بحال مثلا الترويض بالعمل، الكينيزيثيرابي. ممكن يحل يعني هو واحد الورش ديالو اللي يشتغل فيه يعني بطريقه اوتونوم. كاينين التكوينات العسكريه والشبه العسكريه، مثلا فاش كنتحدثوا على المعهد الملكي للشرطه اللي كاين في القنيطره، هذا كيكون على العموم 4 ديال لي كراد. الكراد الاول هو حارس امن، هذا ممكن تدفع ليه بالبكالوريا اي شعبه، ما كاينش حتى شي مشكل. كذلك كاين مفتش ما كاين مفتش ديال الشرطه لي زانسبيكتور، هذا كيدفعوا ليه بالبكالوريا زائد سنه من بعد البكالوريا في اي مؤسسه ديال التعليم العالي اللي كتقرا فيها بالبكالوريا، بحال مثلا كتقرا في الكليه ديال الاداب والعلوم الانسانيه في اللغه الفرنسيه وادابها، ونجحتي في العام الاول ديالك،
هادوك لي رولفي نوت ديالك هما اللي كتدفع بهم لهاد التكوين ديال لي زانسبيكتور. كذلك كاين الدرجه الاعلى اللي هي الضباط، كاين فيهم جوج ديال الانواع، الضباط ديال الامن والضباط ديال الشرطه. الفرق بيناتهم الضباط ديال الامن هما عندهم واحد الدور وقائي، كتلاقاهم كيديروا جولات، كتلاقاهم يعني ديما سير لو تيران واخا ما يكون حتى شي مشكل، يعني الدور وقائي. بينما الضباط ديال الشرطه عندهم ديك الصفات الضبطيه، هادو يعني كيتحركوا بعد وقوع الجرائم. اخر وهادو تقدر تدفع ليهم باك بليس 2، يعني تقرا البكالوريا تاعك تنجح فيها تاخذها سواء في الاداب ولا في العلوم الانسانيه، تقرا عامين مثلا في الكليه تنجح، هادوك لي رولفي نوت تاعك كتدفع بهم. وكاين الكراد الاخير اللي هو عميد شرطه، هذا الناس اللي كيدفعوا ليه غير اما الناس ديال القانون، يعني ممكن ديروا بكالوريا ادب وعلوم انسانيه، كيدفعوا ليه كذلك الناس ديال الصحافه، الاجازه ديال الصحافه كذلك ممكن تدفع بها، كذلك يعني ممكن تولج ليها بالبكالوريا اداب وعلوم انسانيه. الى جينا تحدثنا على الاكاديميه الملكيه العسكريه، هنا راه كنتحدثوا على السلك ديال الضباط، بالضبط كتدفع للمسلك ديال القانون. كاينين مسلكين، كاين سيونسي تكنيك وكاين جوريديك، يعني كاين القانون. الناس ديال الادب والعلوم الانسانيه كيدفعوا للقانون. كذلك كاين تكوينات ديال القوات المساعده بحال مثلا المشاة، المظليين، الخيالين، المهم كاين مجموعه ديال المصالح. كذلك ممكن تدفع الوقايه المدنيه والدرك الملكي. وفي الاخير راه كاينين تكوينات يعني مهنيه بحال مثلا الشهاده ديال التقني العالي البي تي اس، بالضبط في التسيير الاداري، التدبير السياحي، التسيير المطعمه والسمعي والبصري. ممكن انه تدفع المعاهد المتخصصه التكنولوجيا التطبيقيه، بحيث انك تحصل على دبلوم ديال التدبير مثلا التسيير الاداري ولا مجالات تقنيه قلال صراحه. كذلك ممكن تدفع المجال ديال السياحه والمعهد المتخصص في مهن السينما بوارزازات، هذا كيدفعوا المجموعه ديال التخصصات، منهم الديكور، منهم هادشي ديال الملابس، لاكوافير، يعني مجموعه ديال التخصصات ممكن تدفع ليها بالبكالوريا اداب وعلوم انسانيه. وشكرا. اذا هذا كان العرض ديالي حول الافاق ديال الاداب والعلوم الانسانيه. تحية تحية طيبة للأستاذ عزيز بوخليوة على تقديم لهذا المحور حول أهم الآفاق ما بعد البكالوريا في مسلك الآداب والعلوم الإنسانية، حيث تطرق لتقديم البكالوريا، سواء تعلق الأمر بتكوين مهني أو تعلق الأمر بالتكوين العسكري أو المؤسسات الجامعية. إذن الأستاذ حاول أن يحدد لنا أهم الشروط وأهم الآفاق التي تتيحها هذه المؤسسات للمتعلم، سواء فيما يتعلق بسوق الشغل أو فيما يتعلق بالتكوين الأكاديمي في هذه المؤسسات، من خلال مثلا ما يتعلق بالكليات. إذن فالطالب الحاصل على شهادة البكالوريا في الآداب أو العلوم الإنسانية له الحق في ولوج كليات الآداب والعلوم الإنسانية من خلال مجموعة من التخصصات، علم اجتماع، فلسفة، كذلك اللغات، ثم أيضا ولوج الكليات الاجتماعية والقانونية، ثم الولوج أيضا المدارس العليا الأساتذة، وأيضا ولوج لمجموعة من التخصصات في مجال التكوين المهني، وأيضا المعاهد العليا التي تمكن أو المعاهد العليا خصوصا فيما يتعلق الأمر بالسياحة، المعهد العالي للصحافة والإعلام إلى غير ذلك. بهذا سوف أحاول أن أعطي للسادة المفتشين والمتدخلين بعض الأسئلة التي يطرحها المتعلمون فيما يخص آفاق ما بعد البكالوريا. إذن أول سؤال هو: هل فعلا ولوج المعاهد العليا، نتكلم عن المعاهد العليا للمهندسين،
أصبحت حكرا فقط على أصحاب المعدلات المرتفعة في السنة الثانية بكالوريا. وهل يمكن المتعلم مثلا الذي حصل على نقطة مستحسن في امتحان البكالوريا هل يستطيع أن يلج أحد المدارس العليا للمهندسين أم لا؟ ثم ما هي الآجال المحدد في المدارس العليا للمهندسين؟ دائما قبل امتحان البكالوريا أم يفتح باب التسجيل أيضا بعد اجتياز الامتحان الوطني؟ تولج كليات ذات الولوج مفتوح قبل الالتحاق العليا بالانتقاء. شنو الفرق اللي ما بين أعطي المتدخلين إجابة على التساؤلات؟ وكما جرت العادة سوف أعطي لآخر متدخل أستاذ عزيز فريوة فيما يتعلق بالفرق بين الطلبة يعني الذين ولجوا كليات ذات الولوج مفتوح. نعم. إذا الفرق اللي نقدروا نقولوا يعني من ناحية ديال الباركور ما كاينش فرق، غتحصل في الاخر على نفس الدبلوم يعني نفس الآفاق، ما كاين حتى شي مشكل. الإشكال اللي نقدروا نقولوه هو أنه العدد ديال المقاعد اللي كتكون للناس ديال البكالوريا كتكون أكبر بكثير من المقاعد ديال هذا النظام ديال الجسور والممرات اللي كاينة. يعني مثلا الفرص ديال الولوج ديالك لهاد المؤسسة هذه بالبكالوريا يعني بالمعدل ديال الانتقاء اللي كتحط يعني كيكون أكبر شوية من سميتو. إلا ما خديناش العدد ديال التلامذ يعني اللي حصلوا على البكالوريا مع 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 العدد ديال المقاعد، ولكن كنقولوا بعدا على الأقل العدد ديال المقاعد كيكون كبير. والكونكور صراحة إلا التلميذ يعني دار واحد لوبجيكتيف، دار واحد المشروع يعني شخصي ولا مهني واضح، وكيقول مثلا غادي نترشح انا للكليه ديال الطب والصيدله وغادي ندير الباركور ديال طبيب عام ولا طبيب اسره دابا اللي كيسميوه. باش ندير هذا الباركور هذا خاصني نحصل على معدل ديال الانتقاء كيساوي 13. كيفاش داير هذا المعدل ديال الانتقاء؟ هو النقطه ديالي ديال الجهوي كنضربها في 0.25، كنزيد عليها النقطه ديال الوطني، هاد النقطه الوطني كنضربها في 0.75. الا جمعتهم كيعطيوني 13. الا عطاوني 13 راه غادي ندوز هذا الامتحان هذا. فاش غادي ندوزو؟ راه غادي ندوز في المواد الاتيه الرياضيات، وكيكون بزاف الكيمياء البيوشيمي بزاف. يعني خاصني نطلع انا على النماذج ديال هاد الكونكور هذا باش نولجو. حنا هاد الحاله هادي نقدروا نديروا الاسقاط على الباركور ديال الصيدله ديال طبيب صيدلي اللي ممكن انه تولج ليه كذلك بواحد الدبلوم ديال الدوك ولا الليسونس في لا بيولوجي ولا في الشيمي. يعني السهوله ديال الولوج ديال الكونكور بالبكالوريا يعني نسبيا سهله على انه تدخل بالدوك ولا بالليسونس. هذا هو الفرق الوحيد اللي كاين. اما الا دخلتي راك بحالك بحال داك السيد، بل اكثر بعض المرات كتلاقى مثلا واحد الوليد واحد البنيه حاصل على الاجازه مثلا في الرياضيات والمعلوميات ولا جيني انفورماتيك، دابا جي دعم مشترك دروكا راه يعني كتحصل على الاجازه في الهندسه المعلوماتيه، كتلقاهم قاريين الجبر، قاريين الاناليز، قاريين الالكتروستاتيك، الالكترومagnétisme، يعني قاريين مجموعه ديال المواد وتعمقوا فيها اكثر. في السنه الثالثه كتلقاه مثلا تعرف على اشنا هي لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي، اشنا هو كيفاش كنديروا هذا الكونسيبسيون ديال ان سيت ويب، اشنا هما لي نورم اللي خاصني نحترم مثلا في واحد الاركيتكتور ريزو. كيكون هو ديجا عنده ان سافوار في ديك 3 سنين. كيجي هو كيدخل السنه الاولى ديالو ديال سلك المهندسين مثلا في لينسا، هو قاري مجموعه ديال المسائل في الاجازه وفي الدوك، راه الاخوان ديالو يلاه يتعرفوا عليها في السنه الاولى ديال مسلك المهندسين. هذا مثال نقدروا نقولوا راه يقدر يكون افونتاج اكثر من انه يكون انكونفينيون الا شفناه من هذه الزاويه. ولكن الا شفناه من الزاويه ديال العدد ديال المقاعد فكنظن انه من الاحسن انني نبريباري البكالوريا تاعي مزيان، سيت البكالوريا افضل.
إذن شكرا جزيلا أستاذ عزيز على التوضيح. إذن فيما يتعلق أيضا ب أحد التلاميذ يسأل أو يريد أن تشير إلى المسلك العلوم الاقتصادية، دونك الآفاق بمسلكيه، العلوم الاقتصاد والتدبير بمسلكيه. كان بإمكان التوضيح في هذه النقطة. شكرا. إذا ممكن كذلك نجاوب على هذا السؤال هذا ديال الآفاق ديال المسلك ديال يعني الاقتصاد والتدبير. هو في الحقيقة يعني التلامذ اللي كيديروا هذا المسلك هذا كيكونوا محددين أنهم غادي يشتغلوا في المجال ديال المهن ديال المال الأبناك وديال التدبير بالدرجة الأولى. يعني كيكونوا عندهم مؤسستين سيبلي بالدرجة الأولى اللي هي ليسكا، يعني من أعرق المؤسسات عندنا في المغرب، ولكن كتطلب معدل كبير شوية، يعني كتطلب 18. كذلك كاينه لو ان سي جي، لو ان سي جي اللي فيها مجموعه ديال التخصصات، مثلا الماركتينغ ديجيتال، مثلا الكوميرس انترناسيونال، الغوسورس هيومان اي لا جيستيون، يعني مجموعه ديال التخصصات كثيره كاينه في لو ان سي جي كيسيبليوها بالدرجه الاولى. يعني كندير العلوم الاقتصاديه والتدبير، كنحط في راسي هاد المؤسستين حيت هما اللي كيعطيو يعني ديبلوم، واحد باك بلس 5 واحد باك بلس 3، ولكن عنده الثقل ديالو في سوق الشغل. الا ما توفقتش انني ندير هاد المؤسستين، كاينه لوبسيون الثانيه هي نمشي للكليه ونقرا، يعني نبريباري الاجازه تاعي في العلوم الاقتصاديه. دابا راه اليوم كاينين مجموعه ديال التخصصات يعني في الكليات، منهم مثلا ليكونوميتري، يعني العلم ديال القياس ديال الاقتصاد الى اخره. كاين كذلك كيقراو الماركتينغ ديجيتال، كيقراو هذا الكوميرس لي كوميرس. ما بغيتش ندير الكليه مثلا، يعني عندي واحد التخوف انني نضبط، لان النظام ديال الكليه فيه واحد النوع ديال الحريه، يعني التلميذ ولا الطالب خاصو يكون منضبط شويه وملتزم. ممكن انني نفكر ندير لو اس تي. لو اس تي كاينين جوج ديال الشعاب اساسيه، اللي هذا ماركتينغ ديجيتال كوميونيكاسيون، شي حاجه بحال هكا، وكاينه وحده اخرى عندها علاقه بالاقتصاد، حتى ممكن نديرهم. وهادو نقدر نقرا فيهم غير مع عامين، نحصل على الدي تي، ولا نحصل على الدبلوم ديال الباشلور في 3 سنين. وبهذا الدبلوم ديال الباشلور ولا دي تي ممكن انني نمشي للمؤسستين اللي حطيتهم في الهدف النهار الاول نهضت العلوم الاقتصاديه، نهار قررت ندير الاقتصاد، اللي هما لي ان سي جي ولي سكا، حيت ممكن حتى هما ندخليهم بالنظام ديال الجسور والممرات. ما توفقتش في هذه ولا كان عندي، راه ممكن كذلك نترشح للبي تي اس. البي تي اس حتى هو كيوفر مجموعه ديال التكوينات اللي عندها علاقه بالاقتصاد والتدبير. ما بغيتش ندير البي تي اس. عندي كذلك ممكن انني ندير التكوين المهني، اللي حتى هو فيه المجال ديال التدبير وفيه المجال ديال الاقتصاد. ولا ممكن بهذه كاع نقلب انا كاع الاقتصاد والتدبير ونترشح مثلا للمعهد، هذاك المعهد المتخصص ديال السينما ديال الورزازات، حتى هو راه كيعيط على الناس ديال العلوم الاقتصاديه. اذا هذا امثله على الافاق، وشكرا. إذن شكرا جزيلا أستاذ عزيز على التوضيحات القيمة. إذا الآن سؤال موجه للأستاذ توفيق الخالدي فيما يتعلق بالمعاهد العليا للمهندسين. هل فعلا ولوج المعاهد العليا للمهندسين أصبحت حكرا فقط على أصحاب المعدلات المرتفعة؟ وما هي الآجال المحدد لأن المتعلمين يدفعوا لهذه المعاهد العليا؟ هل يبقى الباب مفتوح أمام المتعلمين بعد الحصول على شهادة البكالوريا؟ دونك هذا هو السؤال الموجه للأستاذ توفيق الخالدي. إن تحية طيبة مرة أخرى.
يعني باش نفهموا الولوج المؤسسات ديال مدارس المهندسين من البكالوريا. بطبيعة الحال حنا كنمروا من النظام ديال لا سيليكسيون والكونكور. اذا بطبيعة الحال العدد اللي كيكون يعني مطلوب كيكون عدد ماشي عالي بزاف، وبالتالي اكيد ان غادي تكون مطلوبه منا يعني دي مونسيون اللي غيكونوا عاليين. هذا اكيد. لان العدد هو اللي كيحدد هذه المساله، وبالتالي مثلا في حال الانسا كنلقاو العدد الاجمالي عبر المغرب هو 4000 وما بين 4000 و 5000 طالب. يعني كتلقى في يعني اكيد ان باش تاخذ المجمل الطلبه اللي غيدوزوا الكونكور يقدر يجازوا مثلا واحد 35000 واحد. ف 35000 من 360000 باشوليي، يعني راه غادي تكون لا نوت هي هذيك، يعني 14 ونص. رغم انهم يعني كتكون هناك واحد المساله تفضيليه بالنسبه بحال هذه المدرسه كتفضل الشعب ديال العلوم الرياضيه اللي ممكن انهم يجتازوا الكونكور بالمعدل ديال 12. اذا يعني كتبقى واحد مجموعه ديال المؤسسات منها الانصار اللي ممكن ان بالنسبه للشعبه ديال العلوم الرياضيه يعني ما تكونش نقطه عاليه باش الواحد يدوز المباراه. كتبقى فرصه ثانيه للالتحاق، هو الفرصه اللي شفنا بالنسبه للباك بلس 2. ان الطالب اللي جاب في البكالوريا 10 ولا مثلا 11 وبغى يولج لهذه المؤسسات، يعني ما كتبقى له فرصه اخرى، وانه اذا التحق بكليه العلوم ويحاول انه في ديك السنوات يجيب واحد لي كات مونسيون، يعني عادي يقدر يولج لهذه المساله. اذا العدد هو اللي كيفرض، يعني عدد الطلبه او عدد يعني التلاميذ اللي ممكن تحتضنهم هذه المؤسسات كيبقى ماشي عالي بزاف، وبالتالي هذا هو اللي كيحدد هاد المساله ديال لا سيليكسيون كتكون شويه سيفير. بالنسبه للاجال فيعني في الغالب هاد المؤسسات كيعنوا عن فتح باب التسجيل او البرينسكريبسيون، يعني في ديك 10 شهر 5، يعني ابتداء من ديك 10 15. والاجال كتكون ما بين 25 حتى لشهر. يعني كتكون كاينه فرصه للطلبه بانهم يديروا لا برينسكريبسيون. ما عليهم الا يبقاو يتبعوا المواقع الالكترونيه اللي فيابل اللي كتكون يعني كتبع هاد المؤسسات وقتاش حلات، باش يعملوا التسجيل القبلي ديالهم، لان ضروري تعمل التسجيل القبلي باش كتافيشي عندهم في لاباز دوني. عاد ما بعد الدوره الاستدراكيه، نتائج الدوره الاستدراكيه يتم احصاء جميع الطلبه اللي داروا لا بري انسكريبسيون، كياخذوا العدد تقريبا كيكون يعني فوا 10. اذا كانوا باغيين 1000 راه ياخذوا 10000، كان باش يدوزوا الكونكور كانوا باغيين 4500 لا يقدروا ياخذوا حتى 45000. يعني كنمشيو في هذا الاتجاه باش كناخذوا الحصيص اللي غادي يقدر يدوز هاد المباراة. فوالا. غير كإضافة الإخوان، بالنسبة فاش كنتكلموا على سلك المهندسي، خاص دروك الطالب ولا التلميذ يفهم أنه الاختلاف كاين في القطاع العام. إما في القطاع الخاص راه سواء حصلتي على ماستر باك بلس 5 في المعلوميات، كندوي على التخصص ديال المعلوميات، حصلتي على باك بلس 5 في لانفورماتيك، وحصلتي على يعني ماستر، وحصلتي على ديبلوم ديال الانجينيوري، في القطاع الخاص الكفاءة هي الأولانية اللي كتحكم الدرجة الأولى. يعني الإشكال اللي كيلقاوه الناس ديال الماستر هو أنه ديبي د كارير كيكون يعني الأجرة ديالو ولا الأجر اللي غيتقادا كيكون أقل من المهندس. ولكن مباشرة من بعد فاش كدوز 6 شهور، يعني هو في سوق الشغل هو كيتكون في واحد الشركة وحصل على تجربة ديال 6 أشهر، يعني السومة السوقية ديالو والأجر ديالو راه كيرتفع. خاص هادي يفهموها الوليدات. إلا أنا ما كتبش ليا ربي أنني ندخل لواحد المؤسسة، خصوصا أن الوليدات دابا كلشي بغاو يتكونوا في الذكاء الاصطناعي، كلشي بغا يتكون في البيج داتا، كلشي بغا يمشي للسيبر سيكوريتي اكسيتيرا. هاد التخصصات هادو راه كاينين في لي ماستر
بحال مثلا كليه متعدده التخصصات ديال تارودانت، راه فيها ان ماستر دو ريشيرش سميتو البيك داتا اي انتيليجونس ارتيفيسيال، لان دي بروميير اللي دار في المغرب. مثلا كليه العلوم باكادير فيها ماستر ديال المعلوميات، وهذا الماستر هذا راه الي سبيسياليزي في لي سيونس دو دوني والغوشيرش اوبيراسيونيل، يعني كيستعملوا الذكاء الاصطناعي هذا وكيديروا لاناليز دو دوني. نقدروا نقولوا سو سون دي داتا اناليست، ولا يعني راه هذا الدبلوم هذا ديال الماستر في القطاع العام راه عنده قيمه سوقيه، يعني ما نحقروش. الا قدرت انني نتوفق وانني ندخل الكليه ونقرا، ناخذ الاجازه تاعي في الهندسه المعلوماتيه جيني انفورماتيك، ونتخصص من بعد في السيبر سيكوريتي في الماستر، راه مزيان. الاشكال اللي كاين في القطاع العام، لانه القطاع العام كندويو على الفئات وكندويو على الاطار، كندويو على اطار مهندس محدد الشروط ديالو، الولوج ديالو في الوظيفه العموميه، يعني الحصول على دبلوم مهندس دوله او مهندس او شي حاجه اللي ايكيفالونت ليه. فاش كندويو على ليكيفالونس كانت كتعطى الناس ديال الماستر في 2009 2010، فاش كان المغرب محتاج 10000 مهندس، كانت كتعطى هذيك لا نوميناسيون، كان داك القرار ديال انه الماستر بحالو بحال دبلوم مهندس. اما دابا لا، دابا ندخل الوظيفه العموميه راه الاطار ديال المهندس خاصني نكون حاصل على باك بلس 5، وهذا باك بلس 5 هو دبلوم ديال المهندس ولا مهندس دوله. بينما الناس ديال الماستر واخا يكون سبيسياليتي يعني تكنيك، يعني انفورماتيك ولا غيزو ولا سيكوريتي، هاد السيد هذا يدفع الاطار ديال المتصرف ادمينستراتور، وهادو راه كل واحد وكي كيحكموا القانون في الوظيفه العموميه. اذا هذه كملاحظه باش الوليدات الا كان ناوي يخدم في القطاع الخاص راه يقدر يمشي للماستر. وشكرا. إذن شكرا جزيلا للأستاذ على التوضيحات. إذن سأعطي الكلمة للأستاذ منير لكي يضيف بعض الإضافات. منير البلهاني، تفضل. إذا شكرا للمتدخلين على هذا النقاش الغني. أنا غادي نضيف واحد المسألة، غادي نبدأ من انتهى الأستاذ عزيز. هو أن فعلا اللي كندير واحد التخصص في الماستر اللي هو تقريبا يشابه هذا التخصص اللي في الانجينيوري على مستوى التوظيف في الوظيفه العموميه. لافونسمون ديال هاد نقولوا هاد لي دوكا ما كيمشيش بحال بعضهم، حيت ملي كيكون عندك الاطار ديال مهندس دوله لافونسمون ديالك كيمشي بواحد الطريقه اللي هي نوعا ما سريعه، والتطور ديال نقولوا الاجره كيكون اسرع، وكيكون فرق كبير ما بيناتهم ما بين هذاك اللي ياخذ هذاك نفس التخصص بالماستر، وان كان هذوك باك بلس 5 ولا اخر باك بلس 5، وانما ماشي بحال من حيث التطور نقولوا الوظيفي ولا في الاجره. المساله الاخرى هو ان كاينه ايضا واحد نقول واحد التراتبيه او واحد البريفيرونس ما بين لي زيكول دانجينيوري. لما كنقولوا الخريج ديال المحمديه ماشي هو الخريج ديال لينسا، او ملي كنقولوا الخريج ديال الحسنيه، نظرا طبيعه الحال العراقه ديال المؤسسه والسمعه ديالها والتاريخ ديالها، حتى على مستوى نقولوا التشغيل، او على مستوى نقولوا لانسيرسيون في المارشي ديال لومبلوا. سوف كو طبيعه الحال واحد الفورماسيون دانجينيوري هي فورماسيون اللي هي اون بيتون، اللي المفروض ان يعني الخريج ديالها ما يمشيش للشوماج. غادي نرجع للسؤال ديال الاقتصاد. المساله اللي ما ذكرناش هو ان حتى الاقتصاديين راه من حقهم انهم يوجهوا الاقسام التحضيريه ديال الاقتصاد. عندنا ليكونومي كوميرس اوبسيون تكنيك، دونك غتلقاوها في مجموعه ديال الاقسام التحضيريه عبر المملكه. هاد الناس ديال الاقسام التحضيريه الاقتصاديه في النهايه كيدوزوا ما يسمى بالكونكور كونكور ناسيونال داكسي او غروند زيكول دو ماناجمنت، اللي كتشارك فيه بطبيعه الحال ليسكاو، كتشارك فيه لي سي جي، وايضا عندنا واحد المؤسسه اللي هي مهمه ديال الاقتصاد و عفوا ديال الاحصاء والاقتصاد التطبيقي اللي هي لينسيا اللي كاينه في الرباط. اذا هذا بده واحد نقول واحد لافوا اللي هي ديكسيلونس بالنسبه ليكونومي. غير ذلك
بحال اللي ذكرنا في الاول كاينه التخصصات ديال باك بلس 2 بلس 3 بلس 4 حسب الامكانيات المتاحه. وشكرا. شكرا جزيلا أستاذ منير. إذا بالنسبة أستاذ منير باقي واحد السؤال عند أحد المتعلمين بالنسبة لولوج كليات الطب العسكري بالضبط الطب العام. إذا طريقة الولوج بالنسبة لهذه الكليات وطبيعة التكوين، واش تكوين عسكري، وشنو الفرق ما بينه وما بين الطب ولا ما بين كلية الطب العام ماشي العسكري. مرحبا. اذا بطبيعه الحال كيختلف التكوين في الطب العسكري على الطب نقولوا في المجال المدني. هو من حيث طبيعه الحال التكوين العسكري عندنا اول حاجه هو ان هذاك الطبيب عنده واحد الكونترا اللي كتجمعه مع القوات المسلحه الملكيه، عنده واحد المده اللي خصو يشتغل فيها داخل النظام العسكري. وكنعرفوا على ان النظام العسكري كيركز على الانضباط وعلى التكوين العسكري بجانب التكوين يعني المهني ديال الطبيب، وبحيث انه يخول له واحد المده اللي هي اعتقد الى ما غلطتش يمكن الاخوان يصحوا لي 8 سنوات ديال العمل في مع القوات المسلحه الملكيه، انه من بعد يخرج الى الطب المدني. بطبيعه الحال هناك ايضا تخصصات داخل الطب العسكري اللي كيقدر ممكن يكمل فيهم هذاك الطبيب العسكري العام، بخلاف قلنا الطبيب العسكري العام اللي هو كيدير ديك 6 سنوات كيدير يمكن يخدم في يعني يفتح الكابيني ديالو، ممكن يمشي يعمل كونكور ديال الدوله ويشتغل في المؤسسات الصحيه ديال الدوله. هذاك الطبيب العسكري هو ملزم انه يقدم الخدمه العسكريه ديالو في المجال الطبي الى حين انتهاء واحد العقده ديالو، عاد يقدر يخرج الى المجال المدني. إذا إذا شكرا جزيلا أستاذ. باقي عندك شي إضافة؟ فقط بعض الشروط يعني الولوج. إذا بالنسبة للولوج ديال الطب العسكري راه كاين جوج ديال الحالات غير ما تولج بالبكالوريا، غير اما راه كتكون اصلا انت كتقرا في كليه ديال الطب وكيتم الاعلان على مباراه ديال لاكسي للطب العسكري من هذا 5 ماني ولا 6 ماني ولا التخصص على حسب. اذا من الشروط هو انه خاص تكون عندك الشهاده ديال البكالوريا ديال السنه الجاريه في هذه الحاله هذه بالضبط، بينما كليه الطب العاديه ممكن ترشح لها البكالوريا ديال هذه السنه ولا السنه الماضيه، يعني بدون سوابق عدليه، صحه جسمانيه جيده. وكاين الشرط ديال الطول. الطول بالنسبه للاناث متر وستين، بالنسبه للذكور متر و65. وطبيعه الحال راه ما يمكنش تولج الا بعد يعني القبول من طرف ديال اللجنه، وكتكون واحد اللجنه صحيه بالدرجه الاولى هي اللي كدير الفحص. اذا المده ديال التكوين راه 6 سنوات بالنسبه للطب العام، 6 سنوات طب الاسنان، وكذلك للصيدله. ومن بعد التخرج من يعني كطبيب عسكري راه كتخرج من درجه ملازم اول، يعني كتكون ليوتنون. كتخرج هذه هي الرتبه باش كتخرج. اذا هادو كملاحظات فقط باش اللي طرح السؤال يكون عنده معلومات اكثر. شكرا جزيلا السادة الأساتذة. إذا إن لم تكن هناك أي إضافة فلقد وصلنا إلى نهاية اللقاء الإعلامي. شكر جزيل للسادة المفتشين على المعلومات القيمة التي أناروا من خلالها طريق مجموعة من التلاميذ والتلميذات لكي يختاروا مسارهم بعقلانية وبعناية من خلال هذا التوجيه القيم. إذا باسمي وباسم رفاقي ورفيقي
السادة المفتشين على قبول الدعوة وعلى المشاركة الفعالة والجادة في هذا اللقاء التربوي من أجل تنوير المتعلمين وتوجيههم إلى مسارات التي يمكنها أن تحدد مسارهم الأكاديمي والعلمي إلى غير ذلك. إذا سأختتم بالقول أو بتوجيه لتلاميذتنا وتلميذاتنا: البكالوريا ليست مجرد محطة وليست نهاية الطريق، لذلك اختاروا مساركم بعناية وبعقلانية. اختاروا المجالات التي يمكنكم أن تعطوا فيها وأن تبرزوا مواهبكم فيها بقناعة، لا بقرار لحظي، لا بتقليد. الأشياء التي تستطيعون القيام بها وتستطيعون أن تعطوا فيها أكثر هي المجالات التي يمكنكم أن تختاروها بدون أن تفرض عليكم من سوق الشغل أو إلى غير ذلك. إذن لهذه الحدود، إن لم تكن هناك أي إضافة، فأحييكم وأشد على أيديكم وأشكركم السادة الأساتذة والأستاذات على هذا العرض القيم. كذلك أشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاح هذا اللقاء الإعلامي.